السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو هنعمل مع بعض الزلابيه او لقمه القاضي. صنف حلو كده بيحب الشتاء، وبيبقى سخن كده ولذيذ كده وهو طالع من الطاسه ويتاكل سخن، بيبقى حلو قوي. اول حاجه كده هنخش على المقادير على طول. اول حاجه عندي نص كيلو دقيق او 3 كوبايات ونص دقيق، ماشي. عندي زي معلقتين سكر، او يعني هي بصوا كوبايه صغننه جدا. عندي معلقتين سكر، ايه، عندي معلقتين زيت. عندي معلقه كبيره سكر، معلقه الاكل اللي احنا بناكل بيها مليها سكر. وعندي نص معلقه بيكنج باودر، وعندي رشه ملح، عندي كيس خميره او معلقه كبيره خميره. يلا بينا نقلب المقادير ونخش في التفاصيل على طول. بس اهم حاجه متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ويلا نعمل لقمه القاضي. اول حاجه هعملها ان انا هجيب البوله اللي انا حاطه فيها الدقيق، وهبدا ان انا بسم الله هنزل بالمقادير، وبعدين هنزل بالمقادير الجافه كلها اهي بالشكل ده كده. وبعدين هجيب ميه عندي دافيه او فتره، يعني هي زي دمعه العين كده، اللي هي دافيه اقدر ايدي تقدر تتحملها. هبدا انزل بسم الله، انزل بالتدريج كده، وهقلب شويه بشويه. انا مش عاوزاها تتعجن، انا عاوزاها تبقى قوامها كريمي كده، عامل زي بتاع الكيكه تقريبا. طبعا هتحتاج تاني اكيد لان انا حاطه ميه قليله، هحط ميه تاني. انا في العجين او في الدقيق، اي حاجه فيها دقيق بعجنها ما بلزمكوش تحطوا ميه قد ايه، لان كل دقيق غير التاني. فانا بنزل بالميه بالتدريج لحد لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه في اي عجينه ايا كانت. هبدا ان انا اقلب كده، افضل اقلب وازود ميه كل ما احتاج ميه. بصوا بقى، انا فضلت ازود ميه لحد لما القوام بقى مظبوط، وانا عماله اضرب فيها على فكره علشان تبقى ناعمه. بصوا هي كده اتقل من الكيك حاجه بسيطه. بصوا اهو بقيت اتقل من الكيك حاجه بسيطه. تمام. انا طبعا بضرب فيها لسه، وما زلت بضرب فيها علشان عايزاها تبقى قوامها ناعم. هفضل اضرب فيها تقريبا زي 5 دقايق كده، لو بالعجان 7 دقايق 10 دقايق، كل ما تضرب اكتر كل ما يبقى احسن. هرجع اكمل ضرب فيها، وهرجع برضو اوريها لكم بعد كده. بصوا بقى، بعد ما خلصت ضرب فيها ودراعاتي وجعوني والله دراعي وجعني من كتر ما بضرب فيها. اهي بصوا بقت ناعمه خالص ازاي، ومليانه فقاقيع، وزي ما قلت لكم قوامها اتقل من الكيك بحاجه بسيطه. بصوا هسيبها بقى دلوقتي تخمر، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا بقى لحد لما العجينه تخمر، هعمل صوص شوكولاته علشان احطه على الزلابيه لما تطلع، او لقمه القاضي لما تتعمل يعني. عندي للصوص الشوكولاته الاقتصادي من غير شوكولاته خالص. عندي كوبايه لبن، عندي كوبايه الا ربع سكر، عندي نص كوبايه كاكاو خام، وعليها ربع معلقه قهوه علشان تدي طعم يعني القهوه سريعه الذوبان. بس طبعا احنا مش بنجيبها، انتوا عارفين ليه طبعا، فعشان كده حطيت ربع معلقه قهوه مصريه عاديه جدا. دلوقتي هعمل هروح الخلاط، هضرب الحاجات دي، وهنزل بالزيت سرسوب لحد لما يتقل. يلا بينا نحطهم في الخلاط ونشوف هنعمل ايه. بصوا عايزه اقول لكم انا ما حطيتش زيت، انا ضربت المكونات بتاعتي بس في الخلاط، وكمان حطيت ربع كوبايه حليب ومعلقه كاكاو. وعايزه اوريكم بس القوام بتاعها مش محتاج زيت، انا ما حطيتش زيت. بصوا القوام تقيل برضو يعني. بصوا القوام عامل ازاي، قوام صوص مش محتاج ان انا احط زيت. انا ما حطيتش زيت على فكره. اعملوا المقادير زي ما قلت لكم بالظبط، ومش هتحتاجوا لزيت. تمام. ده كده الصوص اللي انا هحطه على الزلابيه بعد ما تطلع. دلوقتي بقى هروح اشوفها خمرت ولا لا، وهرجع بقى اقول لكم هنعملها ازاي. وادي العجينه بعد ما طلعت، قصدي يعني بعد ما خمرت اهي.
بصوا بصوا طبعا اتضاعف حجمها اكتر من الاول. بصوا انا هوريكم هنا انا هقطعها ازاي زي المحلات طبعا. هوريكم هنا على على البارد كده، وبعد كده ايه في طاسه الزيت، علشان انا مش هعرف اصور وانا بقطع على البوتاجاز. تمام. بعمل ايه؟ بروح جايبه الطاسه عندي كده اهي، الطاسه فيها الزيت. بسم الله. فانا هشمر ايدي الاول اكيد يعني. هروح بصوا شايفينها كده اهي. بصوا هروح ماسكه العجين كده اهو، هروح عامله كده اهو، هروح واخده المعلقه صغيره دي، واروح نازله كده اهو الزيت. طبعا بنبل المعلقه الاول زي الراجل ما بيعمل طبعا. يلا بصوا انا جبت شويه ميه في كوبايه اهوت عشان ابل فيهم المعلقه. هي اللي في الزيت ديت طلعت بتبوظ كده لان المعلقه ناشفه فلزقت في المعلقه زي ما وريتكم. هعمل كده اهو اهو، انزلها كده. بصوا هتبقى ايه دوريه زي ما انتم شايفين كده. هبلها كده في المعلقه وارجع اعمل كده اهو تاني اهو. نزلت بسهوله لان انا بلها الاول في المعلقه كده اهو. طبعا هعمل كل الكميه بالمنظر ده. بس وانا ايه وانا واقفه على الزيت انا بوريكم كده على البارد كده، علشان ايه انا مش هعرف اودي الموبايل عند البوتاجاز. تمام. يلا بينا بقى نشوف هنقليها ازاي. بصوا بقى في الزيت. طبعا انا كده ايه مستنيها تتحمر بس شويه، وهبدا ان انا بقى ايه بعد ما عملت شويه كده منها. ما عملتش طبعا كل الكميه. انا حبيت اوريها لكم الاول، بعد كده هرجع اعمل الكميه. بصوا بصوا زي بتاعه المحلات بالظبط. بصوا لونها ذهبي. بصوا انا عاوزه اسمعكم صوت القرمشه. تعالوا كده اقرب لكم التليفون اسمعكم صوت القرمشه. سامعين القرمشه عامله ازاي؟ سامعين صوت القرمشه؟ حاجه كده تحفه جميله جدا جدا. بصوا 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 حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى ايه اوريكم كده بقى ايه هنقدمها ازاي. استنوا بس اوريكم الاول من جوه. هي هشه وجميله. انا عايزه اقول لكم هي لسعتني لان هي سخنه جدا. في حبه سخنين وحبه ايه من الاول. استنوا كده اوريها لكم من جوه عامله ازاي. بصوا تعالوا اوريها لكم من جوه. بصوا 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 من جوه هشه خالص ازاي. شايفين من جوه عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه 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 ومقرمشه وجميله خالص يعني. بصوا استنوا الصوت حلو قوي قوي وقوامها حلو جدا جدا. استنوا بقى ايه علشان اوريكم وانا بقدمها هتبقى عامله. يلا نقدمها قبل ما اكلها وانا واقفه لان انا عماله اكل فيها من جمالها. بصوا هنجيب بقى ايه نحطها كده بصوا كلها مدوره لونها ذهبي قوامها جميل جدا جدا. ماشي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ نجيب بقى صوص الشوكولاته اللي انا عملته. صوص الشوكولاته الاقتصادي لذيذ جدا ده. بقى ان انا انزل بكده. بصوا بصوا تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال. بصوا بقى عندي طبق تاني كده هحط فيه ده برضو طريقة تقديم تانية. هعمل بيه سكر بودرة. بصوا بقى عندكم وايت شوكولات ماشي، عندكم بقى صوص فراولة ماشي، اي حاجة عاوزينها براحتكم. طبعا هي في ناس بتعملها كالمعتاد او زي المحلات بالشربات، بس انا حبيت اقدمها بشكل مختلف المرة دي. متبقاش كالمعتاد يعني اللي هو كله شربات شربات. لا المرة دي بقى ايه صوص شوكولاتة سكر بودرة كده يعني اهو. وده بقى الشكل النهائي للتقديم. اتمنى ان الوصفه النهارده تكون سهله وبسيطه وعجبتكم، واتمنى ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتم لسه مش مشتركين، وما تنسوش تقولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تعليق يا جماعه، تعليق تقولوا لي رايكم فيها ايه.
وان شاء الله يا رب تعجبكم كده. وهسيبكم بقى علشان اروح ادوق الجمال ده كله. دلوقتي بقى هسيبكم علشان اروح بقى اكل الجمال ده كله. متنسوش بقى زي ما قلت لكم كده التعليق واللايك والاشتراك في القناه. وهسيبكم بقى تشوفوا الجمال ده كله كده ومع السلامه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.